السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله يا جماعة قدامنا فيديو جديد يا رب يعجب. بس قبل ما نبدأ هنصلي على النبي. الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم عن ال10 قروش وال5 قروش الورق والفضة واخر عملة تبع السنة بكام. وال10 قروش دي كان بتجيب ايه في الاول خالص والنهارده بتجيب ايه. تعالى نبدأ ونسمي العملة بتاعتنا. اول حاجة العملة بتاعتنا هي ال10 قروش وال5 قروش باللون البنفسجي والارضية الرصاص. مكتوب بقى عليها ايه هنا؟ ال10 صاغ الوزير بتاعها مدحت حسين. دي ال10 صاغ، ده وزير المالية. سنة كام بقى مش مكتوب عليها السنة ذات نفسها يعني. ده الوش بتاعها وده الظهر بتاعها. هناخد حاجه حاجه مع بعض كده. ده الشكل الاولاني وده الشكل الثاني، وده بالنسبه لل5 قروش برده ده شكل وده شكل. زمان ال10 جنيه ديت انا حاسه ما ذكر بالنسبه لل10 قروش زمان كنا بنعمل بها ايه. كنا ساعات بناخدها مصروف رايحين المدرسه. انا مش من زمان قوي يعني عشان ما تقولوش ايه انت من زمان قوي. لا مش من زمان قوي ولا حاجه. ال10 قروش دي كنا بناخدها مصروف بس يمكن مش بتجيب حاجه يعني قوي. بس على علمكم ممكن كنت تعمل احلى طبق سلطه ب 25 قرش. ازاي؟ كنت تجيب كيلو قوطه ب 10 قروش وتجيب كيلو خيار ب 10 قروش، 5 قروش تجيب بقى ربطين جرجير مفيش بعد كده. وبعدين انت عملت طبق سلطه دي بلاش. النهارده تعمل طبق سلطه بقى ايه كلفه 25 جنيه عشان تعمل طبق سلطه. شفت بقى من 25 قرش ل 25 جنيه في فرق جامد طبعا. زمان الفلوس كان فيها بركه، كان فيها والناس كانت حلوه مع بعضيها. يعني انت مثلا لو جرب الغيط ممكن تروح تجيب من عنده الخيار، ممكن تجيب من عنده القوطه. الناس حلوه مع بعضيها. الناس حلوه برده النهارده بس مش زي زمان. زمان كان في احسن من النهارده. الناس كانت بتحب بعض، فيها خير لبعضها، بتقف جنب بعضيها، بتقف من غير بعضها من غير اي مقابل. ربنا يا رب يجعلنا رحمه لبعضنا ونقف جنب بعض من غير اي مقابل. تعالى بقى ايه نخش على ايه فلوس الفضيه. فلوس الفضيه هنبدا اول حاجه يا جماعه نبداها بال20 قرش. ادي ال20 قرش اهي مكتوب عليها فوق ايه جمهوريه مصر العربيه سنه 1980. ده بالنسبه لل20 قرش. وادي الظهر بتاعها مرسوم عليها النسر بس هي بصراحه تقيله طبعا كلها فضه من الفضه التقيله جميله جدا جدا. ده بالنسبه للقرش. ده كانت سنه 1980. ودي سنه كام؟ ودي ال10 قروش سنه 1984. بعديها هنشوف الظهر بتاعها مكتوب عليها القلعه. ده ال5 قروش سنه كام؟ 1980. وبالنسبه دي للرسمه بتاعتها ال10 قروش بقى. ال10 قروش هي دي اللي حاسه مميزه وهي بصراحه دي ممكن تجيب فلوس حاليا كمان دي اكتر من 20 قرش. والخمس دي بالنسبه سنه كام؟ سنه 1976 قبل ما انا ما اتولد خالص. يبقى الدليل كانت بتعمل حاجه. والنهارده هي برده غاليه يا جماعه، مش رخيصه، مش غاليه قوي يعني عشان ما حد يقول لك ايه 200 جنيه و400 جنيه و500 جنيه و1000 جنيه. الكلام ده كله يا جماعه الدنيا ما وصلتش برده. الدنيا غلا بس ما وصلتش للدرجات. الهدوء يا جماعه مفيش الاسعار الجامده قوي دي. لو الاسعار الجامده دي كلنا كنا بعناها ماشي. ده بالنسبه لل10 قروش. مكتوب بقى عليها من فوق ايه مكتوب. بص يا جماعه انا زمت لكم عليها اهي ذكرى لاعاده قناه السويس، ذكرى لفتح قناه السويس. مكتوب عليها ذكرى فتح قناه السويس. دي بصراحه تستاهل عشان دي معموله ايه لذكرى فتح قناه السويس. دي تعتبر اول 10 قروش طبعا. تعالى بقى ايه بعد كده اخر حاجه طبعت الحاجه الصغيره مش باينه اصلا. دي سنه كام؟ دي اخر حاجه طبعت 2008. دي اخر حاجه طبعت ال10 قروش. تقيله برده عليها القلعه ومحتفظ برده باللمعه بتاعتها. يعني انت بص كاميرا كده لا هي لمعتها اكتر من الكاميرا كمان. ده بالنسبه لل10 قروش. في ناس بتقول لك ايه ادي بالنسبه للفلوس. في ناس بتقول لك بقى ايه ال10 قروش 5000 جنيه و10000 جنيه. انا عندي العملات لو هي بتجيب المبالغ دي صح. انا عندي العملات وعاوز ابيعها لو ب 10000 جنيه و15000 جنيه و20000 جنيه. الكلام اللي بتقول لو الموضوع ده انا عندي العملات اللي عاوزها يكتب لي في الكومنت وشوف انا اتواصل معاها ازاي وانا ابيعها له. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. ما تنسوش يا جماعه الشير واللايكات. ويا رب اي محتوى اقدمه يعجبكم وتستفادوا منه. يا جماعه اللي عنده عمله ممكن يرشرها على الفيس. في ناس بتشتري عملات وفي ناس ممكن بتخليها ذكريات تخليه ما تعرفش هينفع من بكره. يا رب المحتوى بتاعي يعجبكم ان شاء الله بشيء الرحمن. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب كل يتفرج على الفيديو بتاعي اللهم صب عليه مال حلال صبا كالماء المنهمر. فك كربه وكربه يا رب وكرب كل يا رب مزنوق بحق الايام المفترجه يا رب. وسد على الناس جميعا يا رب.